مين فينا كده ما بيكونش عنده كده جنس قديم او حتى كمان بواقي قماش؟ النهارده بقى هنطلع منهم افكار حلوه جدا وكمان هنستفاد بيها قوي. حطوا بقى كده لايك جميل زيكم وكمان اكتبوا تعليق اجمل وتعالوا نشوف افكار النهارده. اول فكره عندي النهارده هستخدم فيها كده قطعه قماش صغيره، هبتدي بس كده ان انا اقفلها من ناحيتين طبعا بالابره والخيط، واذا كان بقى عندي مكنه مفيش مشكله خالص اكيد هنستخدمها. بعد ما خلاص بقى قفلناها ده هيكون الشكل عندنا، هبتدي هنا بقى ان انا استخدم استك زي ما احنا شايفين هنا، استخدمت استك عريض وهبتدي بقى دلوقتي ان انا بس اربط الطرفين مع بعض بالشكل ده. بعد ما خلاص بقى ربطتهم الاتنين والدنيا كلها تمام، هبتدي بقى ان انا ادخل الجزء ده في الجزء ده زي ما احنا شايفين مع بعض، علشان طبعا اداري خالص الاستك اللي معايا، وبالابره والخيط بقى هبتدي طبعا ان انا اثبتها كويس جدا في بعضها. مش هتاخد بقى مننا وقت ولا اي حاجه، وده هيكون شكلها. طيب بعد ما خلاص عملناها كده هبتدي كده بس ان انا اركنها على جنب، وبعد كده هبتدي اجيب قطعه قماش تانية تكون لونها مختلف عشان طبعا تدي نتيجه كويسه. القماش ده على فكره كان من جيبه قديمه وانا فكيتها طبعا ما بستخدمهاش خالص، وكمان كانت محروقه كده من جزء، فاكيد طبعا محدش برضه هيستخدمها. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اقسمها كده لجزئين اتنين، وبعد كده هاخد واحده منهم وهبتدي بس ان انا اتنيها كده على بعضها زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقه دي. نجيب بقى دلوقتي المقص بتاعنا واعمل بس كده قصة بسيطة زي ما احنا شايفين مع بعض، وهو ده بقى هيكون الشكل اللي انا محتاجة ان انا اوصل له. نفس الفكرة برضو في الناحية التانية هبتدي انا اعملها برضو بنفس الطريقة. هنا بقى حابين نستخدم الابرة والخيط مفيش مشكلة خالص، حابين نستخدم المسدس بتاعنا برضو مفيش مشكلة خالص. هنا زي ما احنا شايفين استخدمنا الشمع، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقفلها على بعضها بالشكل ده. بعد ما خلاص عملناها وده هيكون شكلها، هبتدي بقى دلوقتي ان انا برضو اعمل التانية برضو بنفس الطريقة، وبعد كده بقى هقلبها وطبعا هتقلب معايا بسرعة جدا وكمان هتكون سهلة قوي. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، حطي كده لايك جميل زيك واكتبي كمان تعليق جميل. طيب بعد ما خلاص كده عملنا الاتنين دول زي ما احنا شايفين مع بعض، برضو معايا قطعة قماش تانية هبتدي ان انا اجيبها واعملها بس كده على شكل مربع، وهبتدي ان انا اقفلها بالطريقة دي. قفلتها كلها بس سبت فتحة بسيطة منها كده، ما قفلتهاش ولا اي حاجة، وبعد كده هبتدي انا اجيب فايبر وهبتدي طبعا ان انا ادخله في الفتحة دي. طيب ما عندناش فايبر ممكن جدا على فكرة نستخدم اي قطن مفيش مشكلة خالص. الدنيا سهلة جدا وكمان بسيطة قوي. زي ما احنا شايفين بتني كده ان انا احط فيها الفايبر بتاعي الحاجة طبعا ما تاخد، وبعد كده هبتدي بس ان انا اظبطه بالطريقة دي، والجزء ده هقفله برضو بالابرة والخيط. اهم حاجه ان انا ادخل طبعا الجزئين جوه، بعد كده طبعا ابتدي بس ان انا امشي عليها لحد ما اقفلها كلها، وبعد كده بقى هاجي من النص هنا وهبتدي بس ان انا اعمل الشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. وهجيب بقى دلوقتي الخيط بتاعي وهبتدي ان انا الفه كده في النص زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. كده بقى هنكون عملنا شكل الفيونكة بطريقه سهله جدا وكمان بسيطه قوي. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقفل الجزء طبعا ده علشان ما تفكش معايا خالص. بعد كده ممكن نعملها بالإبرة وممكن نعملها بالخيط ونكمل عليها زي ما أنا عملت دلوقتي. نظبطها بقى دلوقتي وبعد كده نجيب الجزئين اللي احنا عملناهم مع بعض، وهبتدي ان انا احطهم فوق بعض بالطريقة دي، وبعد كده هجيب بقى الفيونكة بتاعتي وهبتدي ان انا اخلطهم كلهم في بعض، وممكن جدا كمان نستخدم الشمع في نص بقى الفيونكة هنا علشان اظهر الدنيا اكتر واكتر. حبيت كده انا احط كده واحدة لولي، وممكن كمان نحط وردة اذا حابين، هتدينا برضو شكل حلو قوي. اوعوا بقى تنسوا التوكه اللي احنا كنا عملناها في الاول خالص، هبتدي كده انا اجيبها وطبعا هبتدي ان انا طبعا اثبتها بالابره والخيط من ناحيه ورا. ودي كانت اول فكره عندنا النهارده. حطوا بقى كده لايك جميل لاول فكره، وتعالوا بينا بقى دلوقتي ندخل كده بايدينا اليمين على تاني فكره عندنا النهارده. وتاني فكرة بقى عندنا النهاردة هستخدم فيها برضو بواقي القماش بتاعتنا أو حتى كمان الملابس القديمة، وهستخدم كمان بقى الجيركن اللي معايا ده. جبت هنا الجيركن بتاعي وبعد كده هبتدي انا استخدم بس الجزء اللي هيكون تحت، وهنا بقى هستخدم حبل الغسيل. حبل الغسيل ده بيتباع طبعا في المحلات بتاعه الادوات المنزليه ورخيص جدا وفي منه الوان كتيره جدا. نجيب بقى اي لون طبعا احنا حابين نستخدمه، وابتدي بقى دلوقتي ان انا اغلف الجيركن كله زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده بقى كان عندي هنا طرحه قديمه زي ما احنا شايفين، هبتدي كده ان انا اجيبها، وكل بس اللي انا عملته اول حاجه طبعا كويتها كويس جدا عشان طبعا ما فيش بقى فيها يكون اي كسرات ولا اي حاجه. هنا بقى هقفلها من جميع الجوانب زي ما احنا شايفين مع بعض، بس هسيب فتحه واحده طبعا اللي هي هقلبها منها، وطبعا زي ما احنا شايفين الشمع مش باين خالص ان احنا مقفلينها بالشمع ولا اي حاجه. حبينا بقى نستخدم ابره والخيط مفيش مشكله خالص نستخدمها. انا بس بديك الفكره، وبعد كده ممكن طبعا تنفذيها باي شكل او باي حاجه انت حابه طبعا تستخدميها. من فوق هنا بقى هبتدي بس ان انا اعمل تانية بسيطه بالطريقه دي، وهبتدي بقى ان انا اثبتها بالشمع زي ما احنا شايفين مع بعض بالشكل ده.
نروح بقى الناحية التانية ونفس الفكرة برضو، نحط الشمع بتاعنا وندوس كده على طبعا المسدس بتاعي علشان ما ينزلش شمع كتير معانا، وطبعا الدنيا كلها تكون مش مظبوطة بعد كده. بعد كده بقى هيكون ده الشكل عندنا. هاجي من النص هنا وهفتح فتحة بسيطة جدا بالمقص بتاعي، ده هيكون شكلها. وبعد كده هبتدي برضو ان انا اجي هنا وهبتدي برضو ان انا افتح فتحة كمان. يبقى احنا كده بقى فتحنا فتحتين اتنين. اول حاجة هبتدي ان انا اجيب هنا الحبل بتاعي، طبعا ده اللي احنا استخدمناه في الاول خالص، وهبتدي بقى ان انا ادخله في الفتحة طبعا اللي احنا عملناها مع بعض. هدخل بقى الحبل، ده هيكون الشكل عندنا. وطبعا بعد كده هبتدي بقى ان انا اخرجه من الناحية التانية. سهلة جدا، والدنيا كمان بسيطة قوي، ما فيهاش اي صعوبة خالص. يبقى كده عندنا الطرفين الاتنين، ده طرف من الناحية دي وكمان برضو من الناحية التانية. علشان بس الحبل كده ما يدخلش معانا بعد كده، هبتدي ان انا اعمل رابطة هنا وكمان رابطة برضو الناحية التانية. نجيب بقى دلوقتي الجيركن بتاعنا وهبتدي ان انا ادخل فيه الجزء ده زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقة دي. وعلشان بقى اضمن ان هي هتكون ثابتة معايا بعد كده وكمان برضو مش هتتشال خالص، هبتدي اول حاجة ان انا احط شمع كده في جميع الجهات، وبعد كده اثبت بقى الجزء اللي احنا عملناه مع بعض. امشي بس كده بايدي باي حاجه كده، اذا كان بقى بقلم او حتى كمان بالمقص، علشان زي ما قلنا نضمن ان هي هتكون ثابته معانا بعد كده. واكيد برضو مش هننسى كده الجوانب، اكيد هنخدمها برضو كويس جدا بالشمع، علشان محتاجه برضو ان الجزء ده يكون واقف معانا زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقه دي. بعد كده بقى هستخدم السكوتش ده، والسكوتش اكيد رخيص جدا، بيتباع المتر منه ب5 جنيه. احنا زي ما احنا شايفين كده مش مستخدمين حتى مجرد كده تقريبا كام سنتي، يعني ملهمش لازمه خالص. هبتدي بقى ان انا اثبتها كده في النص بالشكل ده. نقفل الشنطة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وعملنا هنا فيونكة حلوة جدا. وبعد كده اكيد هنحتاج برضو ان احنا نعمل ايد للشنطة، وهعملها هنا بقى برضو بنفس الحبل اللي انا استخدمته، عملت بس ضفيرة بسيطة. وبعد كده هجيب بقى المسدس بتاعي اللي اكيد هكون مسخناه كويس جدا علشان يمسك معايا كويس جدا الشمع بتاعي. وكده خلاص ثبتنا اول ناحية، هروح برضو الناحية التانية وبرضو بنفس الطريقة هنحط الشمع بتاعنا، وبعد كده هثبت برضو الطرف التاني من الحبل اللي احنا عملناه مع بعض، او من الايد بقى اللي احنا عملناها مع بعض. وزي ما احنا متفقين اكيد هنكون مسخنين المسدس كويس قوي علشان يمسك برضو معانا كويس قوي. ممكن كمان نخيطها اذا حابين، مفيش مشكلة خالص، وبكده هنكون عملنا شنطة شكلها حلو جدا ومحدش خالص هيصدق ان احنا عملناها بايدينا. فكرة بسيطة جدا وكمان عملية قوي، وممكن طبعا نغير الالوان فيها زي ما احنا حابين، نعمل طبعا اي لون تاني احنا حابينه. طبعا الحبل ده فيه منه الوان كتيرة جدا، واهم حاجة بقى ان هو سعره رخيص جدا جدا، وزي ما قلنا بيتباع عند المحلات بتاعت طبعا الادوات المنزلية. ودي بقى كانت تاني فكرة عندنا النهاردة. حطوا بقى كده لايك جميل لتاني فكرة، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتالت فكرة عندنا النهاردة. وتالت فكرة بقى عندنا النهاردة هتكون برضو فكرة حلوة جدا، وكمان برضو هتكون فكرة عملية قوي. وهستخدم فيها بقى كده برضو اي جنس عندي كده يكون قديم. اول حاجه بقى هستخدمها، هبتدي ان انا اجيب كده برطمان، وبعد كده هجيب رجل بنطلون جينز زي ما احنا شايفين مع بعض. هبتدي بس كده ان انا احط شمع كده جوه البرطمان، وبعد كده هثبت طبعا البنطلون بتاعي او الرجل بقى بتاعتنا بالشكل ده. هتثبت معايا طبعا سهل جدا. وبعد كده هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجي على الجزء طبعا اللي هيكون تحت، اللي هو القاعده بتاعه البرطمان بتاعنا، وهبتدي بقى ان انا كل الاجزاء الزياده دي هبتدي بقى ان انا ادخلها ناحيه جوه بالشكل ده. بنحط بس الشمع بتاعنا وبعد كده بنضغط عليه كده، طبعا هيثبت معايا كويس جدا. طيب بعد ما خلاص بقى عملناها كلها والدنيا كلها تمام لحد هنا، هبتدي بقى دلوقتي ان انا اقلب بقى البرطمان بتاعي. واكيد الجزء ده محتاجه برضو ان انا اداريه، فاول حاجه كده هحط عليه شمع بالشكل ده، طبعا بشكل عشوائي. وبعد كده هجيب قطعه تانية من الجنس بتاعنا، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقص طبعا الزيادات اللي هتظهر عندنا. حلو بقى الكلام لحد هنا. كل دي زيادات زي ما قلنا مش محتاجينها خالص، ده بقى هيكون الشكل البرطمان بتاعنا. هبتدي هنا بقى ان انا احط شمع زي ما احنا شايفين مع بعض بالشكل ده، وبعد كده هستخدم هنا بقى الجبير ده. ممكن طبعا نستخدم اي شريط احنا حابينه، اذا كان بقى ستان او اي طبعا حاجة تانية احنا حابينها. ده فيه كده حاجة زي الخيش، فطبعا بتدينا شكل حلو جدا، وكمان برضو هتليق جدا على طبعا اللون الجنس اللي احنا مستخدمينه. ثبت هنا واحدة فوق، وكمان برضو واحدة كده تحت، وكمان برضو هبتدي اثبت واحدة تانية تحت زي ما احنا شايفين مع بعض بالشكل ده. في النص هنا بقى حبيت برضو ان انا اضيف زي ما احنا شايفين مع بعض جزء تاني كده من حبل الخيش، هيدينا شكل طبعا حلو جدا. وبعد كده هبتدي برضو ان انا اجي من الجوانب، وهبتدي برضو ان انا اضيف برضو جزء تاني من الحبل اللي معايا.
هيدينا بقى شكل حلو جدا، وكمان برضو هيظهر لنا طبعا شكل البرطمان بتاعنا اكتر واكتر. وعلشان بقى الدنيا عندنا تكون مظبوطة اكتر واكتر، ما ننساش برضو نحط كده في القاعدة بتاعة البرطمان جزء تاني من الحبل اللي معانا، علشان الدنيا كلها تكون طبعا مظبوطة وكمان لايقة على بعضها. في النص هنا بقى حبيت برضو ان انا اضيف كده كذا وردة علشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى. وتعالوا نشوف بقى هنستخدمها ازاي. هستخدمه كمنظم بالشكل ده. فكرة حلوة جدا وكمان عملية قوي، وطبعا مش هتاخد مننا وقت ولا اي حاجة، ومحدش خالص هيصدق ان احنا عملناه بايدينا. ممكن كمان استخدمه كفازة بالشكل ده. وده كان فيديو النهارده، اتمنى فعلا يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا النهارده مرة بتشوفوني. وطبعا هستنى تعليقاتكم الجميله، والسلام ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله وامنه.